حياتي لايف جديد مع احمد كريم. النهارده هنتكلم عن طريقه بدات تبقى شائعه جدا وكتير قوي من الاعضاء بيشتكوا منها، وفي كتير منهم بيبقاش مكتشفينها. يعني انا لما بفضل اقول له بص على كذا وبص على كذا بيكتشف ان المشكله دي موجوده عنده في الحقيقه. هنتكلم النهارده عن طريقه للنصب عند بتوع العفشه او غش. من الطبيعي اللي انت كل فتره بتروح تربط على العفشه بتاعتك، وخصوصا لما بتبدا تسمع اصوات منها، فبالتالي بتروح لبتاع العفشه بتقول له لو سمحت انا عاوز اربط على العفشه. فينزل بتاع العفشه تمام، بس انت هتدي له كام يعني على تربيطه العفشه؟ يعني بتدي له 20 30 جنيه 40 جنيه بالكتير. فهو بيبقى مستنقص الموضوع دوت، وعربيه واقفه وبتاع وهننزل وهنبص وهنطلع، فبيبقى ايه الموضوع بالنسبه له حرام، يعني حرام بالنسبه له هو يعني. فبيروح معاه موس، معاه شفره، معاه قطر، بيروح قاطع كاوتشه الكوبلين. هل الموضوع ده موجود كتير؟ موجود كتير جدا، حصل معانا شخصيا. يعني بتعرفها ازاي ان كاوتشه الكوبلين هو اللي الراجل قطعها، مش هي كانت مقطوعه؟ طبيعي اي كاوتشه كوبلين بيبقى ليها معدل افتراضي، عمر افتراضي، فبتبوظ، بتتقطع، بتتشقق. وهنا بقى الفرق ما بين واحد بيقطع بموس وفرق ما بين الكاوتشه بتشقق. معروف دي بيحصل لها تهتك مع مرور الوقت بسبب الطين والعوامل اللي بتبقى موجوده في الشوارع، اتربه مش عارف ايه، معدل عمر افتراضي. وطبعا لو في حصل اي مشكله تانية يعني في الكوبلين ممكن يأثر برضو لو حصل تهريب من اي جزء من عند الكوبلين، يعني هو برضو بيبقى بسبب الكاوتشه. عموما يعني هي ممكن تبوظ في اي وقت وملهاش عمر معين قوي يعني، بس ما يعني 20 30 الف كيلو، يعني حسب استعمالك وحسب الطرق اللي انت بتمشي فيها. طيب اللي بيحصل بقى بيخليك تعرف الكاوتشه هنا مقطوعه وهنا مش مقطوعه. قلنا اللي هو التهتك والموس، يعني الموس بيبقى حته واحده ما بيبقاش تهتك، يعني بتلاقي شفره كده قطعه. اللي بقى ممكن بقى تداعيات الموضوع دوت تاثر عليك في ايه؟ هل كاوتشه الكوبلين اللي هم 20 30 جنيه؟ لا. المشكله الثانيه اللي انت بتبدا تدخل، هو عايز علبه شحم، ممكن يقطع لك الكاوتشه بتاعت الداخلي وبعد كده يقول لك لا انا عايز اطمن على الكوبلين الداخلي، فبيشيل الكوبلين يروح منزل زيت الفتيس يصرف بقى الافات فلوس، الافات كتيره يعني. وممكن برضو يغير لك الخارجيه اللي بتركب في العجله من الناحيه الثانيه، يقطع الكاوتشه بتاعتها وما يعرفش يخرجها من الكاوتشه الميزان الموجوده في اكس الكوبلين، فبيضطر يخرجها يا اما بدقه يا اما بزرجينه. ومعظم بتوع العفشه ما عندهمش زرجينه، المفروض اللي انت تستعملها في حاله اللي انت بتفك كاوتشه الكوبلين الخارجيه، فبيضطر اللي هو يدق لك عليها بالشاكوش. ومعظم بتوع العفشه ما عندهمش زرجينه، بتوع كبالن بس متخصصين في اصلاح كبالن هم اللي بيبقى عندهم الزرجينه ديت، بيضطر يدق عليه فبيبوظ لك، ممكن يبوظ لك الكوبلين لو هو ايه متعشق جامد يعني. فبيدخلك في دايره مفرغه، وحتى لو ما بوظلكش الكوبلين في ساعتها ممكن بعد كده تلاقي الموضوع اثر معاك على العمر الافتراضي بتاعه. فليه حرام؟ انت انا جاي لك عشان اربط عفشه، ما تدخلنيش وتاذيني الاذيه ديت. لازم تخلي بالكم يا جماعه من الموضوع دوت، وتروحوا لبتوع عفشه محترمين وليهم سمعه طيبه في الموضوع دوت. وحتى لو ليه سمعه طيبه معلش اتعب شويه، ولو هو عنده مجرى بص معاه على العربيه عشان خاطر على الاقل اطمن يعني معاه، عشان خاطر ما تدخلش نفسك في ريسك بتاع صنايعي تعبان او صنايعي مش مظبوط لسه جديد عنده، ما يعرفش اذا كان حرامي ولا كويس، فما يبوظلكش الموضوع. حبيت ان انا استاذن لكم الموضوع على طول، وخصوصا اللي هو بدا يبقى منتشر وكل يوم بسمعه. يلا اشوفكم بخير ان شاء الله. ما تنسوش بقى تعرفوا الناس بالمشاكل اللي من النوع دوت. اشوفكم في حلقه جديده، يلا باي باي.